الاهلي قسى جامد قوي على الزمالك. الاهلي اتكى جامد قوي على الزمالك. الاهلي النهارده ادى الزمالك 3 مع الرأفة في 45 دقيقة. مباراة للمتعة للإثارة. الاهلي فعلا بيعرف يفرح جماهيره، والزمالك ولاعيبة الزمالك غاويين يحزنوا جماهيرهم. انا باسم المراكبي، ودي الكرة المحلية على الكنبة. ادخل اعمل اللايك والسبسكرايب عشان تكون من ضمن رحلتنا لل10,000 قبل كأس العالم للأندية، ويلا بينا. النهارده بقى في ماتش جميل جدا وممتع، في 2 سيناريو. الشوط الاول مدته كانت 45 دقيقة في تحفظ من الجنرال كولر. فعلا مدرب فنياته عالية، راجل تكتيكي عالي جدا. سيبك بقى من الناس اللي تطلع تقولك ايه ده بيخاف، ده مش عارف ايه. لا، راجل بيدرس الفرقة اللي قدامه. في الشوط الاول ماتش قبليه تصريحات كتير جدا. في واحد كده كان لاعب في الزمالك اسمه أسامة حسن، طلع قال كلمتين للعيبه الزمالك: خش على لعيبه الاهلي، اضرب لعيبه الاهلي، الحياه الماتش حياه او موت، اعمل اعمل اعمل. كلام كله ولا لعيب من الزمالك خد بيه. والراجل قال لك اتراهن لو الاهلي كسب انا هحرق شعري ومش هحلق شعري. الراجل فعلا حلق شعره وكان قد كلامه يعني. اولا انت راجل المفروض ماسك قطاع البراعم في نادي الزمالك، فانت هتربي لعيبه او ناشئين نادي الزمالك على الكلام اللي انت بتقوله ده. انا عايز بس اقول لك قاعدتين 2 ما تنساهمش في حياتك. اوعى تستفز الاهلي، دي القاعده الاولى. القاعده التانية ما تنساش اللي انا قلته لك في القاعده الاولى. ماشي يا حبيبي؟ يلا دخلنا بقى على الماتش بعد التصريحات بقى اللي اتقالت والكلام اللي كان بيتقال. شوط اول، لا الفرقتين ده كاشش من ده وده كاشش من ده اللي الناس كلها بتقوله. لا انا ما سميتهاش كده خالص. انا قلت ان فيريرا هي دي طريقه لعبه. كولر بيشوف الفرقة اللي قدامه، هل الثغرة فين، المشكلة هتبقى عند الزمالك فين. انا بحس ان الزمالك بيلعب شوط واحد بس، يعني في الماتشات اللي فاتت كلها تركز تلاقي الزمالك بيلعب على فترات، مع كمان البدني اللي بيقع للاعيبة الزمالك. هتقول لي تقصد ايه يا عم باسم؟ هل مثلا اللعيبه بطلت تاخد منشطات فالبدني وقع؟ لا لا لا، ما بقولش كده خالص. بس انا عايز اقول فعلا ان البدني عامل اساسي للعيب في الملعب. فين بقى البدني اللي كنا بنشوفه والجري وجري الاحصنه؟ ما عدناش بنشوف الكلام ده. ما علينا. خلص الشوط الاول اللي كان فيه كرة القفشه كانت خطيره جدا، وفي كوره كانت تصويبه صاروخيه جدا لدونجا، وهي دي الكوره اللي الزمالك في ال90 دقيقه ما بين ال3 خشبات. ماشي. دخلنا الشوط التاني بقى. عم كولر درس بقى الزمالك الدنيا مفتوحه ازاي. الشارعين اللي ورا اللي انا دايما بقول عليهم ما بين حسام عبد المجيد وعبد الغني. عايز تكسب الزمالك العب كروسات عرضيه من ما بين الاتنين دول، اقسم بالله تكسب وانت مرتاح. ليه؟ محمد عبد الغني ده انا بحس ان هو مش موجود، يعني مش مركز، مش موجود. وحسام عبد المجيد هو في الحاجات اللي هي الثنائيات اللي في الهوا بتاع راجل قوي وكل حاجه، انما لما تيجي تشوف الاجوان جايه ازاي من ورا اللعيبه، ومعاهم كمان الزناري اللي نزل، ربنا كرم يعني، نزل عشان يساعد الاهلي يكسب. المكاسب بقى اللي نيجي نقولها بخلاف الماتش ده كله، انا كراجل مشجع للنادي الاهلي ما حسيتش بغيابات محمود متولي واصابات ولاعيب، يعني من كتر اللعيبه المصابه في الاهلي اقسم بالله نسيهم، مش عارف اقولهم لك. فرقه كامله. لا النهارده خالد عبد الفتاح لعيب راجل، لعيب راجل. استمر. ان انت النهارده تلعب اول ماتش رسمي 90 دقيقه مع الاهلي وقدام الغريم الزمالك وتلعب كده، لا يا ابني والله العظيم راجل راجل راجل. استمر. يمكن رامي ربيعه وخالد عبد الفتاح دي يمكن اول مره اشوف فيها بعض في الملعب او يلعبوا جنب بعض، بخلاف ممكن يكون في تمرينه او تمرينتين، وغير كده مفيش. لا تفاهم قاسي، مش متهور،
ما بيعملش تدخلات فيها مشاكل، لا بجد لعيب عالي جدا. الاهلي فعلا كسب صفقة زي دي. لاعب اساسا كان بيلعب في ناحية اليمين، لا النهاردة لعب قلب دفاع، لا كان راجل، كان لعيب 100. انا عايز بقول حاجة كمان، اقسم بالله كل جنيه وكل دولار يدفع فيك يا كهربا حلال. لعيب فعلا. انا خلي بالك كهربا يمكن جايب 50% بس او 40% من مستواه. كهربا لو جاب 90% من مستواه الطبيعي محدش هيحصله. يعني الراجل بيلعب بدني، الراجل يمكن بدني بتاعه لسه ما اكتملش بتاع المباريات. عارفين ان البدني بتاع التمرين حاجة وبتاع الماتشات حاجة. الراجل بيهدد وسرعات وبيروح واحد لواحد وبيتحرك ما بين المدافعين وعامل شغل عالي قوي 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 قوي. وجاب الجون الاول باسيست من الالماني حمدي فتحي. مجموعه كبيره ألماني. جدا جدا من لعيب الغيابات. ادي كوره عند حمدي ألمانية فتحي فعلا وادي مره والله. ثانيه رجولة، قوة، إصرار، لعيب بيكمل ما شاء الله. بسم الله والله أكبر على لعيبة الأهلي كلهم، ربنا يبعد عنهم الإصابات. ده كان الجون الأول من كهربا، اللي كهربا جاب جون في الزمالك. كهربا ربنا نصفه، والماتش اللي فات عمل ماتش حلو جدا قدام سموحة، وربنا النهاردة كرمه وجاب جون في الزمالك. نيجي نبص بقى على بقية الشوط. البروفيسير البروف مدرب الزمالك اسمه فريرا. فريرا ده راجل فنياته عالية جدا. انا والله العظيم 3 بقول لمجلس ادارة الزمالك اوعى تسيب المدرب ده، هتجيب بداله مين؟ عارفين القصة، الكابتن خالد جلال، الكابتن محمد حلمي، الموضوع اللي هو بيتم على طول ده، لا خليه. فعلا الراجل ده لو كمل مع الفرقة لا هيوصل بالفرقة لحتة كويسة جدا جدا. يعني هو راجل حافظ الفريق، راجل اشتغل مع الفريق الموسمين اللي فاتوا، خد معاهم بطولات. انا عايزه يكمل لان هو الوحيد اللي صح دلوقتي انه يكمل مع الزمالك. نيجي بقى لشريف المخيف. طلع عم كهربا وهو طالع قام جاي شحله الفولت، قال له ايه؟ هتجيب جون هتجيب جون. الراجل بقى شيخ. نزل محمد شريف المخيف اللي هو فعلا حظه وكعبه عالي جدا جدا على الزمالك. والله العظيم انا كنت قاعد كده بيني وما بين نفسي بقول محمد شريف يبدأ ولا كهربا يبدأ. طبعا انا ليا باخر ماتش لا كهربا كان يبدأ، وحاجة كويسة جدا من كولر. اللي عرفناه ان كولر قعد مع محمد شريف وجاب له فيديوهاته الاجوان بتاعته وقال له اتفرج على نفسك. مدرب محترف بيلعب على عامل النفسي، ودي حاجة كويسة جدا اللي يخلي كهربا بعد مدة غياب 440 يوم يأدي في ماتش سموحة ويأدي كمان في ماتش زي ماتش الزمالك. لا الراجل بيلعب على العامل النفسي، بيمسك اللاعب يفهمه ويتكلم معاه. الراجل طلع في مؤتمر صحفي الناس كلها بتقول لك احمد عبد القادر بيفضل يجري ويروح بالكوره، قال لك انا اللي قايل له ياخد الكوره ويروح للاعب. يعني مدرب بينصف لاعيبته، حتى لو كانت الناس كلها بتتكلم ان اللاعب بيعمل حاجه غلط، لا هو بينصف لاعيبته. تعرف بقى المعلومه دي ان الزمالك بقاله 20 سنه مش عارف يكسب الاهلي في الدوري في الدور الاول؟ من 2003 اخر مكسب للزمالك على الاهلي في الحته بتاعت الدور الاول بس كانت في 2003. المهم جينا للجون بقى التاني بتاع شريف المخيف. الراجل كوره كده اتلعبت ما بين حمدي فتحي والزناري، قام جاي مديها لحمدي تاني، اتلعبت بالعرض، الراجل على طول من مره واحده قام جاي جايب الجون التاني. القصه بقى والحكايه والحلاوه في الجون التالت. حمدي فتحي برضو اللي احلى من الجون الكوبري بتاع عبد الغني، وربنا يا ابني يجيب صداع. كرة قام جاي واخدها عبد الغني، طبعا خد الكرة من ما بين رجله واختفى ما شفناهوش. وملك الحلول علي معلول عرضية. الحتة هنا بقى في تحرك محمد شريف، نفس تحركات عماد متعب بالظبط. حسام عبد المجيد وقف، كان هو محمد شريف قدامه، قام جاي نازل خطوتين الكرة وهي جاياله صاروخ في نص الجون. محمد عواد ما يقدرش يعمل اي حاجة في الجون اللي دخلت فيه. والاهلي اسع الزمالك فعلا ب3 في 45 دقيقة. الماتش ده لو كان فيه 10 دقايق كمان كان الاهلي عمل سكور كبير جدا على الزمالك اللي مزعل جماهيره. لجمهور الزمالك الوافي فعلا والله العظيم بيروح ورا النادي في كل مكان، وراه في اسوان، وراه في اي حتة، النهاردة برضو في الاستاد وراه وبيشجعه. فعلا جمهور وافي بيستحمل كتير جدا
من لعيبته، وفي نفس الوقت برضه بيشجع ناديه. ولقطة كده كانت برضه مش حلوة من شيكابالا قبل الماتش. اولا انت ما كنتش بتلعب اساسي، تمام؟ فلاعيبه الزمالك المحترمين بيسخنوا في نص ملعبهم ناحيه جماهيرهم، ده نزل يجري قام جاي رايح ناحيه جمهور الاهلي. انت عايز تعمل ايه؟ انت هتفضل لحد امتى عايز تاخد اللقطه؟ لحد امتى بجد والله؟ اولا انت راجل احتياطي، تمام؟ ليك احترامك وتقديرك وكل حاجه. ليه دايما عايز تعمل لقطه عشان تطلع تاخد لقطه بعد الماتش؟ إيه ده شتموني، ده عملوني، ده قالوا، ده مش ما هو انت راجل مستفز، سايب فرقتك ونازل تسخن اساسا وانت مش في التيم الاساسي، انت راجل احتياطي ونازل تجري قدام جمهور الاهلي. ما علينا، خلاص احنا اتعودنا منك ان انت بتاع شو عشان تسير الدنيا، تخلي بقى الجماهير ده يغلط في ده وده يغلط في ده، وكل ده ملوش اي 30 لازمه. في الاخر الاهلي عمل ماتش كبير جدا على الزمالك، وده العادي وده التقليدي، ولا جديد يذكر في الديربي ما بين الاهلي والزمالك اللي الاهلي متفوق فيه دايما على الزمالك. وبكده يبقى النادي الاهلي طاير بالنسر بتاعه في اول الترتيب برصيد 34 نقطة، والمنافس ليه نادي فيوتشر التاني، المركز التاني ب 30 نقطة، ويجي بيراميدز في المركز الثالث ب 27 نقطة، والزمالك في المركز الرابع برصيد 26 نقطة، وتحتيه على طول في المركز الخامس المقاولين اللي لو كسب الداخلية يركب ياخد المركز الرابع، وينزل الزمالك للمركز الخامس. بكده الاهلي هو المركز الاول مع المنافس التقليدي دلوقتي بقى ليه المنافس بتاعه حاليا هو فيوتشر اللي ما اتغلبش ولا ماتش لحد دلوقتي، زي النادي الاهلي بالظبط. وزي ما قلت لك اوعى تستفز الاهلي. افتكر الهاني سليمان قال لك غدا القاك، وما اعرفش راح فين حته من ساعتها. خد جونين 2 وبعد كده طلع ونزل مكانه الحارس البديل. اوعى تستفز الاهلي تاني او تفكر ان انت تستفز الاهلي، لان ده بيكون العقاب. طب سؤال يا باسم، الحكم ده حكم سلوفيني من سلوفينيا، دولة ملهاش في الكرة وعلى الله حكايتها يعني. انت شايف ان الحكم ده حكم الماتش ده كويس او كان فيه اخطاء اصلا؟ ما اظنش. هل بقى الحكم ده ما كانش عنده اخطاء علشان هو ما يعرفش اهلي وزمالك، ولا عشان هو فاهم قوانين كوره اكتر من الحكام المصريين والبدني بتاعه احسن؟ رقم واحد هو مش عارف الاهلي والزمالك، او الاهلي دايما هو اللي بيبقى معروف عالميا، باستثناء هو مش جاي يحكم لمين بعينه. هو راجل جاي، ده ماتش عادي جدا جاي يحكمه، راجل عارف القانون بيطبق القانون رسمي في الملعب. ايوه، الحكام المصريين بقى عارفين القانون ومش بيطبقوه، ولا هم مش عارفينه؟ لا مفيش حكم اسمه مش عارف القانون، ما انت عارف القانون، انت بتمتحن في القانون، بس هل بقى بتطبقه ولا لا؟ هي دي مش ماشيه كوسه. لا هي مش كوسه قوي يعني، ما علينا. ومروان عطيه اداؤه متزن. الراجل حتى في تصريح كده قال ايه، بيسالوه انت ازاي يعني دخلت المود قوي كده، قال لك لعيبه الاهلي لعيبه محترمين بيقربونا دايما من بعض، بنقعد نتكلم في اوضه اللبس، تحس ان انت منهم وهم منك، تحسش ان انت لاعب جديد عليهم، لا بالعكس، ناس بتقابلك مقابله كويسه، بيصاحبوك بيتكلموا معاك. شفنا احمد عبد القادر كان خالد عبد الفتاح قاعد معاه في نفس الاوضه في المعسكر بتاع الماتش، قال له شيل من على نفسك الضغوطات والكلام ده. لعيبه بتحب بعضها، لعيبه كلها تحت سقف واحد ايد واحده، وده اللي احنا بنشوفه. وبكده الاهلي يبقى فاضل له ماتش قبل ما يسافر للمغرب عشان يشارك في كاس العالم للانديه، هيلاعب البنك الاهلي. يا رب نشوف الاداء ده واقوى من الاداء ده في كاس العالم ان شاء الله، والاهلي يشرفنا ويشرف مصر كلها. وبكده يبقى خلصنا كلام عن الماتش واتكلمنا في حاجات كتير. استنونا بقى في اللي جاي، ويلا سلام.